الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله. افرحوا بالعيد فرحا يرضي الله، تزاوروا وصلوا أرحامكم، أسعدوا بالعيدية أطفالكم، تهادوا أزواجا وزوجات، تعانقوا، أشيعوا الحب والألفة، فليست كل العبادات صياما وصلاة، وسبحان من جعل الفرح في ديننا عبادة. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه، اموركم مزيانه. بغيت نشارك معكم اليوم الاجواء ديال العيد. المهم بغيت نشارك معكم الاجواء ديال العيد، ولكن اهم حاجه اللي بغيت نشارك معكم هي اننا الناس اللي بعاد على العائله او اللي بعاد على صله الرحم، يعني صله الرحم راه دابا حتى في التليفون كاينه ابل دي زابيل فيديو داكشي، ولكن وليداتكم خاصهم يحسوا بالعيد. هنا فاقوا وليدات الصباح، لبست لهم كسوتهم كما شفتوا ومشينا للمصلى مع انهم صغار، ولكن هكا باش كيعرفوا باللي راه كاينه صلاه العيد وكاين العيد وكاين الاجواء، وخلقنا الاجواء شي نهار مميز وفيه الفرحه. وديما كندور وكنقول لهم وليداتي بغيت نحسكم فرحانين اليوم، هذا النهار ربي داروا لنا باش نفرحوا، باش من بعد داك الطاعات والعبادات والعيا، وهذا واحد النهار اللي غادي نفرحوا فيه، اللي غادي نفطروا فيه، واللي غادي نحسوا به بالعائله، واللي غادي نصوني فيه على الحباب، واللي غادي نكونوا فيه مزيانين وبزاف ديال الحوايج. من كانت هذه هي الطوبله ديالي ديال الفطور ديال رمضان. نتمنى ان شاء الله هذا رمضان يكون مغفره للذنوب لينا ان شاء الله يا ربي، يتقبل منا الله سبحانه وتعالى الاعمال والطاعات واي حاجه يا ربي، ويتجاوز علينا، هي اهم حاجه، لان الله يرحمنا برحمته، والله الله يدخلنا لجنته برحمته يا ربي، لاننا واخا نديروا اللي درنا ما غاديش نكونوا داخلين للجنه بالاعمال ديالنا بطبيعه الحال. وبغيت داكشي اللي ديال اليوم ديال العيد، بغيت نقول لكم باللي الامام قال باللي اننا خاصنا العبادات اللي كنا كنديروهم في رمضان، يعني الانسان كيزيد شويه في العبادات، خاصها تبقى حتى المور رمضان، نتقربوا من الله بالطاعات وبزاف ديال الحوايج. ومن ضمن الخطبه قال بر الوالدين، ووصى على بر الوالدين لان قال لك ولينا كنشوفوا المجتمع ديالنا ولا كيعاني بزاف من مشكل عقوق الابناء، واهم حاجه خاصنا حنا نبداو، لان حنا مرآة وليداتنا، خاصنا نكونوا نموذج لولادنا، نكونوا بارين بوالدينا، يشوفوا داكشي فينا باش حتى هما يجي واحد النهار وغادي داكشي اللي كنديروه غادي يرجع لينا. الله يجعلنا نكونوا مرضيين ومهديين، ويكونوا وليداتنا حتى هما مرضيين ومهديين، والله يصلح لكم وليداتكم ووليدات الامه الاسلام كامله. وكذلك اهم حاجه اللي عجباتني بزاف قالها هي ان الله ما محتاجناش، الا عبدنا الله ما كنقولش راني صليت، انا صليت الله، الله ما محتاج لا صلاتي ولا صلاتك، ما محتاج لا عبادتي ولا عبادتك، ما محتاج حتى حاجه منا، بالعكس حنا اللي محتاجينه. تخيلي انك ملي كتحتاجيه كتطلبيه وكيعطيك، كتغلطي وكيسامحك، كت كدوزي من اصعب المراحل وكتلقايو الله سبحانه وتعالى في جميع مراحل حياتنا، الخايبه والزوينه. الخايبه راه الله سبحانه وتعالى دار لنا شي حاجه اللي كنا يمكن غادي نطيحوا في شي حوايج اخرى اخيب، وربي عوضنا بشي حوايج احسن. ف هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما ديروش على دوك اليدين، خصكم ما موالفاش بالقفطان تلبسوا وطيب ولفنا نطلعوا على يدينا وداكشي. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون لقى استحسان ديالكم، نتمنى ان شاء الله يتقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال، يتقبل منا الطاعات ويتقبل منا اي حاجه. الله يصلح لكم وليداتكم، الله يجعلهم بارين بكم وتشوفوهم ان شاء الله في اعلى المراتب. هادشي اللي كاين. المهم حطيت غديوتي انا وليداتي، لبست قفيطين هكا باش الوليدات كما قلت لكم نحسوهم انه كاين العيد، كاين واحد النهار لي سبيسيال اللي ماشي بحال النهارات كاملين. بطبيعه الحال نشنو الصالون، لاننا حتى حنا كنستحقوا اننا نجلسوا في الصالون ديالنا ونفرحوا براسنا فيه،
ونكونوا ونتجمعوا مع وليداتنا فيه ونعرضوا راسنا فيه. البنات مرة عرضوا راسكم في الصالون ديالكم، عافاكم، ما تخليوش غير الضياف لان نتوما اولى به الصراحه. بداو براسكم هما الاولين، ومن يجيو الضياف يحمد الله. كانت هذه هي غديوتي المتواضعه، درت اللحيم، هاد حيت بنتي تشهاتهم قالت لي ماما عافاك ديري لنا اللحم، درتو سليطه مناضه، الخبز وشويه ديال الدسير. الحمد لله، اللهم اديمها علينا نعمه وحفظها. وهذه صيبتها للكوتي، بغيت نشارك معكم هذه الفكره حيت كطيب بالزربه، وزائد انكم تقدروا مثلا يجيكم الضيف الغفله تكونوا دايرينها في الثلاجه، ولا شي مره الكوتي للدراري ولا كتلقاوها. المهم هذه خديت لاباط فيتي من بيم كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نقسمها على جوج، وغادي ندير فيها واحد العقده كانت بقات لي ديال اللوز، كنت عمرت بها التمر، والكونفيتور اللي صايبت، كنت صايبت الكونفيتور ديال الفريز وفرامبواز. صافي قطعتها بحال هكا، قطعتهم على جوج، ورقتهم بنفس الحجم، درت فيها البيض بحال هكا. ومهم الفيديو راه شارح راسو. صافي غديروها بحال هكا، غادي ديروا فيها هذيك العقده ديال اللوز، غادي تزيدوا الكونفيتور وغادي تبلعوها. ملي تبلعوها ديروا البيض عاوتاني من الفوق، تقادوها وها هي زعما كتكون واجده. كتدخلوها الفران تقريبا كطيب شي 20 دقيقه ولا صافي، وكتخرجوها بالصحه والراحه. نخليكم مع الفيديو راه شارح راسو. نتمنى ان لا فيديو لقى استحسان ديالكم، ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.